ده سمك بلدي. ده 3 كيلو ب 3 كيلو ب 100 و4 كيلو ب 100. والناس تاكل والناس غلابه وتفرح. وتفرح. ده من عند ربنا وكرم من عند ربنا. اي حاجه بتيجي حلوه من عند ربنا. جينا هنا في شارع محمود شلبي، متفرع من ميدان فيكتوريا، اقدم محل فيه يا سمك في شبرا. 40 سنه بتبيع للناس الغلابه ومفرحاهم. عنوانها الفسفور على قد ايدك، معاك هتاكل معاكش هتاكل. هنا دي بتاعت الغلابه، مسمينها في المنطقه الكبيره، كبيره بطريقتها باسلوبها بمعاملتها الطيبه مع الفقراء قبل الاغنياء. هتشوفوا النهارده الحاجه نهى، اشهر بائعه سمك فيك يا شبرا، بتبيع سعر السمكيه ارخص من السوق الكبير. هنعرف ده منها، خليكم معايا هنعرف معاها تفاصيل كتير. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاجه نهى، عامله ايه يا حاج؟ الحمد لله. اشهر واحده في الحته الله يبارك دي. فيك، ربنا وايه يخليك. الضحكه الحلوه دي؟ انت اللي جميل يا حد باشا. قال لك ان انت شبه الفنانه معالي زيك؟ انت العسل يا او باشا. ربنا. ربنا يعزك. قولي لي يا حاجه، النهارده انت بتبيع السمك ومشهوره قوي واشهر بائعه سمك في شبرا، ربنا يبارك. الشهره دي جات لك منين؟ ده من عند ربنا وكرم من عند ربنا. اي حاجه بتيجي حلوه من عند ربنا، عشان انت نعم بتعمل بالله. الطيب بيجي لك الطيب. صحيح. عشان انت بتعمل الخير ربنا بيكرمك. والحمد لله. في حد جه قال لك معيش فلوس وعايز اكل يا حاجه؟ لا، اللي ما اقدرش اقول له لا. احلفي. والله ما اقدر اقول له لا. والله العظيم ما اقدر اقول له لا. انا عينيا انا ليه. مصدقك. انا عمري ما اقول لحد لا. وبيجي لك فعلا ناس غلابه يقول لك معايا. الحمد لله. اسال عليا اي حد. الحمد لله. الله يبارك لك يا حاج. ربنا يخليك. النهارده سعر بيقولوا ان انت ارخص واحده بتبيعي كيلو سمك البلطي في شبرا بكام الكيلو؟ ب 65 وب 70 وعندي ب 50 وعندي ب 35. 35. 3 كيلو ب 100. السمك البلدي ده بتاع بلدنا بقى. ده بتاع المنزله. مد اهليه. احلى سمك وانضف سمك شبار قد كده. لو بص عندي منه اهو. ده احلى سمك وانضف سمك. ده سمك بلدي. ده 3 كيلو ب 100 3 كيلو ب 100 و4 كيلو ب 100. والناس تاكل والناس غلابه وتفرح. وتفرح. طب عندي بقى سؤال، بس انت ما بتحبيش تقولي كده، والناس قالوا لي ان انت ما تقولهاش الكلام ده. انت تقريبا بشكل اسبوعي بتطلعي لله في وجبات وتعملي ده وتأكلي. حاجه بتاعت ربنا. انا عارف. لا بس ما عشان أعرف. نتعلم منك، عشان لا ما انا أقدرش. عشان اللي بيتفرجوا علينا اليوم يتعلموا. اللي بطلع فيه بيجيني عليه اضعاف اضعافه. اليوم اللي هتطلعي فيه. اليوم اللي بطلع فيه بيجي لي اضعاف اضعافه. والله العظيم. والله العظيم ما بنكر. الحمد لله. تبقي فرحانه يوم العيد بقى وانت بتاكلي الناس كده. اه طبعا ببقى فرحانه ومبسوطه. وبكمل وبجيب ولو ما عنديش بجيب. ولو ما عندكيش اجيب. تشتريه انت. اشتريه وادفع فلوس. مش مشكله. الناس اهم حاجه. احنا مش هناخد منها حاجه. هنطلع ناخد منها الكلمه الطيبه والمعروف. طب انت هنا وسط سوق، وهنا في رجاله، وهنا في حواليك ناس، ازاي رغم وجود الرجاله الكتير والناس الكتير ووجودك في السوق ليه مكانتك وليك احترامك، والناس بترجع لما يبقوا عندهم مشكله يجوا ياخدوا رايك في المشكله دي؟ ده شايفاه جه منين ده؟ ده من عند ربنا. حب من ربنا. حب من ربنا والله. اي حاجه بتمناها بيجيني. اي حاجه بحط ايدي في اي حاجه والله العظيم في القليل بيبقى كتير. الحمد لله. وقفت كتير هنا ورجليكي وقفت هنا وتعبت هنا وشقيتي هنا. بقالي هنا 40 سنه. المحل هنا بقاله 38 سنه. كنت انا شغاله في سوق، يعني انا ما طلعتش كده. كنت شغاله جوه عند عبد الرحيم. كنت ببيع في سوق. كنت بشيل على دماغي. انا ما طلعتش كده. واللي انا شفته ما رضيتش اعمله مع الناس، لان انا جحت. اقول لك بصراحه انا ما كنتش انا جحت. كنت جعانه وربنا اكرمني. ولازم تكرم الناس طالما ربنا اكرمك. نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي ازور النبي. عليه الصلاه والله والسلام. العظيم اللي نفسي فيه. نفسي اطلع كده كده ازور النبي. طب ادعي وقولي لسيدنا النبي يا نفسي رب. اجي لك. نفسي اجي لك والله. نفسي ازور النبي. والله نفسي. ورحت 3 مرات بس عايزه حجه. ان شاء الله. وهتروحي عند سيدنا النبي وهنكون خدامينك هناك. اللي بيحب الحاج ام محمود يسقف لنا سقفه كبيره. ربنا يكرمك.